ده علشان علي حبيب القلب القديم قاعد، يبقى لازم يشوف منتهى السعادة الزوجية اللي حضرتك بتمنحها لي كل شوية، علشان يضرب نفسه 100 صرمة قديمة إنه سابك في يوم من الأيام. مش كده؟ اغلب الشباب كده عندهم هس في دماغهم اسمه ان انا لازم ابقى اول واحد في حياتها، ولو مش اول واحد في حياتها لازم اعرف عنها كل ماضيها، ولو عرفت عنها اي حاجه كده شكرا ما تلزمنيش، مع ان هي المفروض انها علاقه جديده، يعني صفحه جديده. تعالوا ننزل بقى نشوف الشباب بيبداوا علاقاتهم ازاي. لما تيجي ترتبط بواحده لازم تعرف عنها كل ماضيها، ولا تبدا مع صفحه جديده او ما عرفتها؟ لا مش شرط يعني، بس هي اول ما تبدا معايا هي قصتها حياتها بدات من اول ما بدات معايا يعني. عشان تبقى علاقه صريحه، يعني ليه هتبقى فيها كذب مثلا؟ مش كذب، بس هو لازم تعرف يعني تعرفي كل التفاصيل. عشان مثلا افرض انا كنت مرتبطه بحد مثلا قبل ما اعرفه وجيت قابلت الحد ده، هيبقى شكلي ايه ساعتها؟ ايه لازم اعرف كل حاجه عنها قبل ما ارتبط بيها او قبل ما اتجوزها. لا هخاف لحسن مثلا احكي حاجه هو يفهمها غلط ويبعد عني. لو انا مرتاح لها مش محتاج ابص لماضيها. لا اكيد هبدا صفحه جديده من اولها. اولا لازم تبداي صفحه جديده وتعرفي عنها كل حاجه. تبدا صفحه جديده بان انت تعرف عنها كل حاجه؟ ده انت صايع بقى. لا اعرف عنها كل حاجه وابدا مع صفحه جديده الاثنين مع بعض. والله العظيم انا لما ارتبط بواحده مش هيهمني ماضيها يعني. ترتبطوا خلاص شكل. فراغ بقى. يعني اكيد لما بتروحي مطعم تاكلي ساندوتش مش هتسالي تفاصيل العمايل عامله ازاي، صح؟ هتاكليه. لا تبدا معايا صفحه جديده اول ما تعرفها. مش هيهمك تعرف اي حاجه قبل ما تعرفها؟ لا مش هيهمني طبعا، هعرف وبعد كده مفيش مشاكل يعني. لا مش شرط، لو انا حاببها وواثق فيها فاكيد هبدا معاها صفحه جديده، مش لازم الماضي بتاعها يعني. ايه المشكله لما يبداوا صفحه جديده مع بعض؟ مش لازم انا اعرف عنك كل حاجه وانت تعرف عني كل حاجه. مش كل حد هيقبل يعني بكده. يعني انت عرفت عنها حاجه هي ما كانتش بتعملها وهي معاك من اول ما عرفتك، بس انت عرفت انها عملت الحاجه دي. مفيش مشكله، مش هتبقى مشكله كبيره يعني، بس اكيد هزعل، بس اكيد مش هتبقى مشكله كبيره. بس انت شايف انه الافضل ان انتوا لا تبداوا صفحه جديده من اول ما عرفتوا بعض؟ بس مثلا لو في حاجات هتفضل مفتوحه بعد كده تتحكي، عشان لما تتفتح بعد كده هتبقى غلط انها تكون متخبيه. لازم اعرف دي، لو خلاص يعني بقت الموضوع بيني وبينها وصل لدرجه ان انا هتبقى مراتي فعلا في يوم من الايام، ولو انا حبيبها فعلا عمري ما هسأل على اللي فات. عرفت حاجه جامده مثلا غلطه كبيره هي عملتها، هسالها اقول لها ايه انت عملتي كده فعلا؟ طب ليه؟ طب انت ممكن تعملي كده تاني ولا لا؟ خلاص. لو حاجه تنفع تتصلح هسامحها، لكن ما ينفعش اسيبها. حاجه مثلا نص نص ما عجبتكش بس انت عارف انها كويسه معاك انت. لا احبها بقى، الارتباط بقى. اكيد مش هتضايق لانها حاجه قبل ما اعرفها. والله انا هحاول بقى ايه نصلحها، يعني لو لسه فين نصلحها، انما لو يعني هيبقى باثر قدام هنحاول بقى نصلحها، مفيش حل. هتصلحها مش هتسيبها؟ لا هسيبها ما ينفعش. ما هو برضو لو هو يعني بيفهم وشايف ان هي كويسه معاه دلوقتي خلاص، لو هو واثق فيها يعني خلاص. انت لو عرفتي ان اللي انت مرتبطه بيه مثلا مدمن مخدرات مثلا، بس هو دلوقتي معاكي كويس ومفيش اي حاجه، تعملي ايه؟ اوبجكشن. تتجوزي خطيب صاحبتك القديم؟ لو حلو مش لو حلو لا طبعا. ايه كده انا هبقى بجرحها. تتجوزي يعني صاحب خطيبك القديم؟ اشمعنى بقى؟ لا لو هو مثلا جرحني هبقى انا حابه اردها له. تتجوز خطيبه صاحبك القديم؟ لا ما اظنش، دي يعني خلص البنات اكيد يعني. تكون حبيتها؟ انا مش هحبها عشان عارف انها اصلا يعني اول فكره مش هسمح لان انا احبها. بس الشكل اهم حاجه وفلوس، لو هو شكله حلو وفلوسه جميله تمام. والله بصي انت دماغك بصي يعني المظات. لا ليه؟ ما ينفعش. لو انت ارتبطت بيها وما كنتش تعرف انها كانت مصاحبه صاحبك؟ لا ما اكيد هسال عنها قبل ما ارتبط بيها. في يوم ازاي من ايام واحد صاحبي هيجي يزورني اللي هو كان خاطبها، هيقعد ازاي في بيتي؟ لو صاحبي يعز عليا اكيد لا، لان صاحبي قال لي على كل حاجه بينه وبينها، فانا ارتبط بيها ليه؟ ازاي؟ ومفيش بينهم حاجه الا الاحترام يعني، عادي كان خاطبها في الحلال يعني، وانا بقول لك ماشي معاها. لا خلاص بقى اعمل ايه؟ ما صاحبي امن، صاحبي امن من اي حد. اكيد مش هحط نفسي في موقف ان صاحبتي ممكن تبص لي بصه ايه ده؟ انت كنتي بتفكري فيه وانا معاه ولا ايه مثلا؟ لا طبعا. ليه؟ كده ده مبدأ عندي، ما ينفعش. صاحبي مش هينفع. هو سابها خلاص. ما هو سابها بس نظرات وبتاع مش هينفع يعني، صعب بالنسبه لي يعني. ما افرض صاحبي لسه بيحبها. لو بيحبها اكيد مش هيسيبها. سابوا بعض عشان مشاكل. لا طب لو سابها عادي مش عشان مشاكل، سابها عادي، سابها بيها عادي عادي.
صاحبي ما خلاص بقى، ما انا قلت صاحبي قلت لي مش عارف ايه. ما اقصدش يعني، انا اقصد يعني في ناس بترفض المبدأ في المطلق حتى لو هو ما بيحبهاش. عادي يعني. هو الحب يعني صيغه الحب هو لازم واحد واحده، انا بحب صاحبي برضه، لازم اراعي ظروف صاحبي زي ما راعيت ظروفها.